السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني ان اي فودة من قناتي كل يوم وصفة ان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة، وان شاء الله نعمل النهارده العيش الشامي في البيت مع بعض باسهل طريقة، وهنسوي على الطاسة على البوتاجاز. يعني مش موجود عنده البوتاجاز الغاز او فرن البوتاجاز بتاعه عطلان، يقدر يعمل العيش الشامي زي ما احنا شايفين ما شاء الله شكل العيش. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله. كمان واحد مع بعض. شايفين ما شاء الله كل العيش اللي معانا. شايفين ما شاء الله كل العيش اللي معانا قابب. شايفين ما شاء الله دي كده من كيلو دقيق واحد. ما شاء الله من كيلو دقيق طالع معايا 22 رغيف. شايفين ما شاء الله. عامله النهارده سخن عشان عامله باميه سخنه وبتنجان مخلل، يبقى معانا كده. شايفين ما شاء الله. لو لسه ما اشتركتوش اشتركوا وفعلوا زر الجرس، ويلا نبدا نشوف عملنا العيش الجميل ده ازاي. واول حاجه عشان نعمل العجينه معانا كيلو من الدقيق، او زي ما انت حابه ممكن نص كيلو او كيلو اللي انت حباه. هنا كده معانا كيلو من الدقيق، هنحط عليهم معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الخميره، رشه من الملح كده. قلبنا الدقيق مع الخميره مع السكر مع الملح. هنا ممكن تعجني بميه، بس العيش الشامي اللي بنشتريه من بره من المخابز بيبقى معجون بميه، انما احنا هنا عشان في البيت هنزود القيمه الغذائيه وهنعمله بلبن. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كوبايه من اللبن، ممكن تعملي كله باللبن او ممكن نص لبن ونص ميه الموجود عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. وانا احط الاول كوبايه من اللبن وهنشوف كده هيعمل معانا ايه. ولو عندك قرايب ممكن تحطها رايب. وهنا كده بعد ما حطينا كوبايه اللبن هنرجع نحط كوبايه من الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت لو عندك عجان ممكن تعجني في العجان، بس انا حبيت النهارده اعجن على ايديا معاكم كده عشان اللي ما عندوش عجان. حطينا كوبايتين من السوائل، معايا كوبايه تانية. بسم الله. وهننزل بها كده تدريجي. اللي انا حطاها ميه من الحنفيه عادي، انما انت لو في الشتاء هتدفيها. احنا بس عاملينها كده عشان احنا في الصيف. كده العجينه اتلمت معانا وخدت معانا حوالي 3 كوبايات الا ربع، يعني احنا اتبقى معانا ربع كوبايه كده من الميه، بس مش كل انواع الدقيق زي بعضها. نعجن في العجينه كده. هنحط معانا حوالي 3 معالق من الزيت. الزيت هنا بيطر معاكي العجينه كده. حاطين حوالي معلقتين من الزيت، والمعلقه التانية هنحطها على الوش بعد ما نخلص. هفضل اعجن في العجينه كده كويس ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. وهنا كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله شكل العجينه معانا كده. خلاص العجينه بقت جاهزه. نمسح البوله مسحه من الزيت ونحط العجينه بتاعتنا بالشكل ده. نمسح وشها مسحه بسيطه كده من الزيت، وزي ما قلنا الزيت معانا بيطر معانا العجينه. وهنا كده نسيب العجينه ترتاح. قفلنا وشها باسترتش وهنغطيها في فوطه ميه نسيبها تخمر. وهتعرفي ازاي ان هي خمرت اما تلاقي حجمها اتضاعف. ما احنا شايفين كده هتاخد معانا حوالي نص ساعه، لان احنا في الصيف. في الشتاء ممكن توصل معاكي لساعه كده. زي ما احنا شايفين ما شاء الله بعد ما العجينه خمرت معانا وحجمها اتضاعف بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنفضيها من البوله. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل العجينه معانا شايفين ما شاء الله كده. نقطعها لكور صغيره، ممكن تقطعيها بالقطاعه او ممكن تقطعها عادي كده. ما احنا شايفين بعد ما نقطعها بنكورها كده بالشكل ده كده، وتكوريها الحجم اللي انت حباه. بس انا هكورها بالحجم ده كده، ولا هتبقى معايا كبيره قوي ولا صغيره قوي. ومعايا هنا كده صينيه رشه من الدقيق، واحط فيها العجين بالشكل ده، رشه خفيفه كده من الدقيق كده. هنعمل كمان واحده مع بعض. بسم الله. كده زي ما احنا شايفين بناخد العجينه ونلفها بالشكل ده، مكورينها بالايدينا الاتنين كده تطلع معانا بالشكل ده. خلص تكويرها بنفس الشكل ونرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. تكوير كل العجينه بالشكل ده هنغطيها بكيس بلاستيك وفوطه مطبخ نظيفه، ونسيبها ربع ساعه ترتاح عشان نعرف نفردها. انت لو جيتي تفردها دلوقتي مش هتتفرد معاكي بسهوله. زي اي عجين بتكوريه لازم تسيبيه يرتاح. وهنا كده معانا العجينه بعد ما خمرت خالص. شايفين ما شاء الله شكلها. انا سبتها ربع ساعه وكنت مغطيها بكيس بلاستيك وفوطه زي ما احنا شايفين كده، وهركنها جنبي واخد من اول واحد كورته. وهنا كده معايا ملايه سرير سايباها للعجين، او ممكن فوطه عندك او اي حاجه انت تعمليها للعجين، وفرشاه كده عشان هفرد العجين واحطه عليه. حاطه رشه خفيفه من الدقيق. بسم الله. وهفرد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفرد بالشكل ده. انت لو جيت على طول تفردي وانت لسه كنت مكوراها مش هتتفرد معاكي بسهوله. نحط رشه خفيفه خالص من الدقيق. بسم الله. عشان فريتها ما نرققهاش خالص زي الرقاق كده،
بتخليها متوسطه، انك انت لو رققتيها خالص مش هتقب معاكي. خلصنا. بتنفضي دقيق زياده كده اللي على العجينه كده، وده كده سمك العجينه المظبوط معاكي، ما ترققهاش خالص. هي دي مش رقاق عشان ترققي. وهنشيلها ونحطها على الملايه اللي حطها جنبي، وبغطي. يعني انا حاطه نص الملايه وهغطي بالنص التاني على الوش عشان الوش ما ينشفش معايا. وهنا كده هنعمل كمان واحد مع بعض. رشينا رشه خفيفه من الدقيق وهنفرده كده، ورشه خفيفه خالص على الوش زي ما احنا شايفين، وهو ما بيلزقش معانا، يعني ما تكتريش دقيق. وكده معانا الفراده دي او اي فراده انت بتشتغلي بيها كده زي ما احنا شايفين. وبتفرديه كده، بتجيبي من النص وانت طالعه لبره كده. وزي ما قلنا ما بترقوهوش خالص زي الرقاق، هو ده عيش، انك انت لو رققتيه خالص مش هيقب معاكي. وتحاولي تخلي الحروف كلها مساويه كده. وفردناه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. وبعد ما خلصنا كده وننفضه عشان الدقيق الزياده اللي عندي كده زي ما احنا شايفين. ومعانا هنا كده هنحط كده العيش كده، وبنغطي بالجهه اللي التانيه، وهنخلص فرد بقيه الكميه بنفس الشكل ونرجع مع بعض ان شاء الله. وهنا كده بعد ما خلصت فرد العجين كله بالشكل ده، غطى عليه ببقيه الملايه بالشكل ده، وهسيبه يرتاح بس 10 دقايق. مش هسوي على طول، هسيبه يرتاح بس 10 دقايق ونرجع نسوي مع بعض ان شاء الله. حطينا الطاسه تسخن على النار. اهم حاجه ان الطاسه تسخن الاول، ما ينفعش تحطها على الطاسه بارده. لا اله الا الله. وهنجيب اول رغيف شكلناه مع بعض. وهنا كده بعد ما الطاسه سخنت بسم الله الرحمن الرحيم هنحط رغيف العيش بالشكل ده كده كده، ما بنسيبوش ياخد لون من تحت، نقلبه. يعني هو الشمع على الجهه الاولانيه بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبه على الجهه التانيه كده عشان يشمع معانا. ما نسيبوش لحد ما ياخد اللون ونرجع نقلبه، لا لازم بس تشميع من تحت ومن فوق كده زي بعض. شايفين مع بعض؟ شايفين ما شاء الله. احنا نفضل سايبين الفيديو كده شغال عشان نشوف المراحل والعيش بيقب كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله كده. ولو حسيتيه مقبش اقلبيه على الجهه التانيه كده زي ما احنا شايفين. لازم تساعدي العيش كده ان هو يقب وتقلبيه، لان العيش انت بتسويه في الفرن بيبقى النار شغاله من تحت ومن فوق، فهنا لازم تقلبيه لان هي من تحت بس كده. شايفين ما شاء الله كده. شايفين ما شاء الله كده. شايفين ما شاء الله معانا. واهم حاجه عشان العيش يقب معاكي بالشكل ده ان انت تعجني كويس زي ما قلت. اهم حاجه تديله حقه في العجن، وبعد ما تعجنيه تسيبيه يرتاح، وبعد ما تكوريه تسيبيه يرتاح، وبعد ما تفرديه تسيبيه يرتاح عشان يطلع معاكي بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكل العيش معانا. شايفين ما شاء الله كده بقى جاهز معانا. وهنشيله ونغطيه عشان يفضل طري معانا. اهم حاجه ان انت تقصي بعد اول رغيف عشان الدقيق اللي بيبقى واقع منه ما يحرقش الرغيف التاني كده زي ما احنا شايفين. لما خد التشميعه بسم الله الرحمن الرحيم هنقلبه على الجهه التانيه. ما تسيبوهوش زي ما قلنا ان هو ياخد معانا لون كده زي ما احنا شايفين. لازم تفضلي واقفه جنبه كده وتضيريه. شايفين ما شاء الله. اسهل عيش بنعمله على الطاسه، يعني انت لو مش موجود عندك فرن غاز او مش موجود عندك فرن بوتاجاز مش شغال، هتعملي العيش الشامي معانا كده على الطاسه. شايفين ما شاء الله. فين قب حته فتقوم قبش تاني تقومي قلبها على الجهه التانيه، تساعديه ان هو يقب معاكي بالشكل ده. شايفين كده ما شاء الله. ما تفضليش واقفه جنبه خلاص، لا تتغيريه. شايفين ما شاء الله. وتتكي عليه كده بس ما تتكيش جامد عشان الرغيف ما يفتحش معاكي كده. شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله شكل الرغيف من غير فرن ومن غير اي حاجه وفي الطاسه. شايفين ما شاء الله. وكفايه ريحه الخبيز في البيت. يعني انا عندي الفرن الغاز بس انا حبيت ان انا اعمله معاكم عشان اللي مش موجود عنده. شايفين ما شاء الله. كل العيش اللي معانا قابب. شايفين ما شاء الله. دي كده من كيلو دقيق واحد ما شاء الله. يعني ما شاء الله من كيلو دقيق طالع معايا 22 رغيف. شايفين ما شاء الله. وعاملينه في شايفين ما شاء الله وعاملينه في البيت. شايفين ما شاء الله. كمان واحد مع بعض. شايفين ما شاء الله. بشويه دقيق وميه هنعمل احلى عيش مع بعض. ولو انت موجود عندك لبن هتحطي، لو مش موجود خلاص. شايفين ما شاء الله.
ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.